بس عايز اقول حاجه اخيره يا جماعه مش عجباني. مما لا شك فيه ان الموسم الماضي الناس كلها بتتكلم على ان افضل 2 لعيبه في مصر هو زيزو وامام عاشور. هما اللي بيقول كل السوشيال ميديا. الاهلاويه شايفين ان امام عاشور لاعب اسطوري ولاعب كبير ولاعب مهم ولاعب مؤثر وعنده كل الامكانيات، والزملكاويه شايفين ان زيزو عقليه ومستوى وتاثير قوي جدا. من ساعه ما زيزو، وطبعا زيزو كمان لا يستفز الاهلاويه خالص، دائما عندما يخرج ويتكلم بيتكلم بكل احترام وتقدير عن لعيبه الاهلي، عن نجوم الاهلي، عن جمهور الاهلي. يمكن امام عاشور في شد وجذب، بيغني اغاني الزمالك ثم بيغني اغاني الاهلي، بيروح يحتفل مع جمهور الزمالك، بعد كده بيروح يحتفل مع جمهور الاهلي، بيبوس شعار الزمالك، بيبوس شعار الاهلي. ففي طبعا خلط، سافر شهرين ورجع اعاره، فطبعا في استفزاز شويه. لكن الاثنين لعيبه كبار. هنا من وجهه نظري بقى، او كبرنامج في قناه بتسعى للحفاظ على لعيبتنا، وان السوشيال ميديا ما تخلصش على اللعيبه زي ما يقول الله يرحمه احمد رفعت او الله يرحمه كابتن ايهاب جلال، او نفسيا، مع ان زيزو لا يتاثر بهذا الكلام. بيطلع علينا طول الوقت اشخاص يقول لك زيزو ده مش لعيب دولي، زيزو ده مش مؤثر. حتى بعض الاعلاميين بيطلعوا يقولوا هذا الكلام. افهم ده اما تطلع تقول هذا الكلام وتعمل احصائيات على اهم لعيبه في مصر وتقول ان زيزو مش دولي، امام عاشور مش دولي، حسين الشحات مش دولي، واتفر بقى اي يعني فاهم، تقعد تذكر كده شيكابالا ما لعبش كتير مش دولي، ما كل واحد بقى يقول اللي هو عايزه. لكن لما تيجي بقى عندنا 2 جامدين جدا، امام عاشور وزيزو، خلاص. فما نيجي نشوف يقول لك ايه ارقامه، زيزو ده ايه ارقامه، عمل ايه مع المنتخب، ايه يعني تاثيره مع المنتخب. زيزو طبعا لعب 45 مباراه دوليه، ال 45 دول تقريبا لعب 20 مباراه اساسي وحاجه و20 مباراه بديل، وما كانش بيكمل في اي لقاء، يعني ما بيكملش المباراه بالكامل، قليل جدا، اما بيبتدي بيتغير، واما لا الا بينزل، لا الا في بعض الماتشات كمان يعني كان متواجد ما نزلش. لكن 45 مباراه، 45 مباراه دي زيزو جاب هدفين وصنع 3 اهداف. فكل الناس شايفه ان زيزو لعيب مش دولي. طيب تعال نروح بقى لامام. امام عاشور طبعا بيلعب مع المنتخب تقريبا في نفس توقيت زيزو يعني، او بعديه بسنه حاجه زي كده يعني، فلعب مباريات اقل كمان لانه اتعور في كاس الامم الافريقيه ما كملش البطوله، وكمان امام يعني استبعد من المعسكر اللي هو ده واللي فات. امام لعب 18 مباراه ما سجلش ولا هدف، وصنع هدفين، اعتقد منهم هدف في مباراه وديه. تمام. فهنا السؤال اللي انا بساله يا جماعه، انتوا عايزين تخلصوا على زيزو، عايزين تخلصوا على امام عشان خاطر الزمالك والاهلي، ولا عايزين الاثنين دول يكونوا نجوم منتخب مصر فيما هو قادم، سواء في كاس العالم او في كاس الامم الافريقيه؟ انت هدفك تخلص. طيب انت يا عم الاعلامي، او يا عم المحلل، او يا عم اليوتيوبر، او يا عم اللايف على الفيسبوك، او يا عم التيك توك، انت حضرتك شايف زيزو مش دولي عشان انت بتحب بلدك، ولا عشان انت كاره للمنافس؟ طيب لو انت منطقي هتقول امام عاشور برضو ما عندوش تأثير، ما بيعملش حاجة. ده ازاي امام عاشور اللي بيشوط بيمينه وبشماله ومن بره ال 18 وبيزيد وبيلعب في مكان مواجه للمرمى، ازاي ما يجيبش ولا جون مع المنتخب في 18 مباراة؟ فممكن بقى واحد تاني زملكاوي يطلع بقى يخلص لك على امام، وواحد تاني يخلص لك على زيزو. انتوا عايزين تخلصوا على اللعيبه يعني؟ هو ده الهدف اللي انتوا ماشيين وراه؟ عايز اكلمكم في نقاط مهمه جدا وتفاصيل عن السوبر، لكن ناس كتير بتسال ليه كابتن حسين لبيب قال هذا الكلام، وناس كتير لامت كابتن حسين لبيب لانه لم يكتفي بان الزمالك اكبر قلعه رياضيه في مصر، بل كمل كمان وقال
من لا يعترف بذلك لا يفهم في الرياضة، ولن أسكت لأي شخص يقول غير ذلك. ومن يشعر بالضيق من ذلك ليست مشكلتنا، ويعني ان احنا ومن يخطئ في حق الزمالك سنبعده عن رياضة بالكامل. هنا السؤال بقى، تعالوا لي، ناس كتير جدا من النادي الأهلي ومن رموز النادي الأهلي ومن إعلام النادي الأهلي أكتر حاجة ضايقتهم اللي هيقول غير كده هنبعده من الرياضة. معلش قولوا لي اللفظ بالظبط تاني كده. قال اللي يقول يبقى ما بيفهموش حاجة، ان الزمالك أكبر قلعة رياضية ما بيفهموش حاجة. بس آخر جملة خالص، أنا عايز آخر جملة خالص عشان دي اللي بتعنيني، عشان هقول لكم لأول مرة كابتن حسين لبيب قال هذا الكلام ليه. ومن يخطئ في حق الزمالك سنبعده عن الرياضة. طيب، ومن يخطئ في حق الزمالك سنبعده عن الرياضة بالكامل. فكان الناس هو ايه؟ هو كابتن حسين لبيب يبعد مين؟ هو اللي هيقول ان الزمالك مش اكبر قلعة رياضية في مصر يبقى كده ما بيفهمش حاجة وهنبعده عن الرياضة؟ هو في ايه؟ هي فتوانة؟ ده معنى اللي وصل لكتير من الاهلاويه وكتير من الاعلاميين. لكن تعال اقول لكم الحقيقه فين. طلع علينا بدايه الاعلاميين المحترمين، المهندس عدل القيعي، الكابتن سيد عبد الحفيظ، الاستاذ ابراهيم المنيسي، الصحفي والناقد الرياضي الاستاذ علاء عزت، وكثير من الاعلاميين. يعني مش هقدر اذكر كل الاسامي، انا ذكرت 4 ومن الاسامي الكبيره في الاعلام الاهلاوي. قال لك اللي هيغلط في الزمالك ايه؟ هنبعده عن رياضه. طب هو في حد غلط في الزمالك يا كابتن حسين؟ ان ليه بتقول كده؟ هقول لكم ليه بيقول كده. طلع سئل اكتر من مره ما هي قيم ومبادئ النادي الاهلي، وكيف يسمح النادي الاهلي انه يضم امام عاشور رغم انه غلط في النادي الاهلي ورموز النادي الاهلي. طلع كل الاعلاميين، مهندس عدل القيعي، استاذ ابراهيم المنيسي، كابتن سيد عبد الحفيظ، استاذ علاء عزت وغيرهم كتير، كان الرد واحد، مفيش حد اختلف عن التاني. قال لك امام عاشور كان في بيئة مختلفة، وامام عاشور بالعربي كده ما كانش متربي، فملناش دعوة امام عاشور كان فين وايه تربيته ساعتها، لكن لما يجي النادي الاهلي هيتربى وهيمشي على قيم ومبادئ النادي الاهلي. معنى الكلام ده ايه؟ اي حد بيفهم معنى الكلام ده ايه؟ البيئة اللي متربي فيها امام عاشور هي الزمالك. يعني عدم احترام يعني الرموز النادي الاهلي وشتيمة رموز النادي الاهلي عشان هو في بيئة الزمالك. عدم تربية امام عاشور لانه موجود في بيئة اللي هي الزمالك. اذن لم يتحدث احد على هذه الاخطاء الكارثية في حق نادي الزمالك، وكأن هؤلاء طلعوا بيقولوا ان الزمالك بيئته، مش عايز اقول لفظ مش كويسه، والزمالك اللي بيتربى فيه يعني بيبقى مش متربي، وان البيئه اللي بيعيش فيها اللعيبه دي بتؤدي الى عدم التربيه، وبتؤدي الى الفاظ خارجه، وبتؤدي الى سباب الرموز. لكن لو جه النادي الاهلي هيتغير خالص، يبقى بني ادم تاني، وهيكون متربي وهيكون مؤدب وهيكون مهذب وهيكون كل حاجه. اذا هنا السؤال اللي كابتن حسين لبيب بيساله للناس، يعني انتوا بتلوموني اللي انا بقول اي حد هيغلط في نادي الزمالك هنبعده عن الرياضه، وان الزمالك اكبر قلعه رياضيه في مصر،
لان البيئه في الزمالك بيئه نظيفه وبيئه كويسه وطلعت ياما رموز كبار. وانا يعني قبل ما اكون اعلامي وقبل ما اكون في قناه عامه، انا الكابتن التاريخي لنادي الزمالك، ويشرفني ان انا اتربيت في بيئه طبيعيه، بيئه بتسمح ان انت تخطئ وترجع في خطأك. ربنا سبحانه وتعالى قال لك ايه؟ كلنا بنخطئ، وخيره ايه؟ الخطائين التوابون، صح كده؟ عشان ما بقوش غلطان في اللغه يعني. يعني افضل الناس اللي بيتوب بعد ما بيخطئ، ومفيش حد خير الخطاؤون التوابون، ماشي. وبالتالي هنا السؤال